بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. غدا إن شاء الله سيحتفل الأمازيغ بعيدهم الأمازيغي، وبهذه المناسبة أهنئ جميع المغاربة بهذا العيد، لأننا من أرومة واحدة لا يختلف نسبنا. ومن هذا المنظور أيضا تم تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليرتلع بدور التعريف بكل مكونات الثقافة الأمازيغية في انصهارها مع المقومات الحضارية المغربية. كما أهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة هذا العيد الأمازيغي الذي أعطى له جلالته اهتماما كبيرا، حيث قال جلالته في خطابه التاريخي بمناسبة هذا العيد، قال جلالته: إننا نريد في المقام الأول التعبير عن إقرارنا جميعا بكل مقومات تاريخنا الجماعي وهويتنا الثقافية الوطنية التي تشكلت من روافد متعددة سهرت تاريخنا ونسجت هويتنا في ارتباط وثيق بوحدة أمتنا الملتحمة بثوابتها المقدسة المتمثلة في دينها الإسلامي الحنيف السمح، وفي الذود عن حوزة الوطن ووحدته، وفي الولاء للعرش والالتفات حول الجالس عليه، والتعلق بالملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية. ونحن اليوم لا نتجاهل دور الأمازيغ للحفاظ على هذه البلاد منذ القديم كأقوى ما يكون الحفاظ. ومنذ القديم كثير من علماء اللغة والدين والفقه ينتمون إلى القبائل الأمازيغية. والجدير بالذكر كذلك أن الحكومة الحالية التي تقود البلاد سياسيا وعلميا وحضاريا وثقافيا تتكون من الأمازيغ، ويناضلون من أجل تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب المغربي، وكذلك الدفاع عن قضية أجزاء مهمة من ترابنا الوطني رغم بعض الخونة الذين يعاكسون المراحل المهمة والمتقدمة في الفكر الوطني والسياسي للشعب المغربي. وشكرا والسلام عليكم.